مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حديث الثورة. من هو الحاكم الحقيقي اليوم في مصر؟ هو رئيس الوزراء عصام شرف، وقد حاول في كلمته التي ألقاها أن يعكس مطالب الشارع الغاضب من نسق التغيير في مصر ما بعد الثورة ويستجيب لها من خلال إجراءات على الأرض، أم أن شرف فقد شرعية الشارع التي اكتسبها وتحول في الواقع إلى صندوق رسائل متبادلة بين لاعبين أقوى منه هما الشارع والمجلس العسكري؟ مجلس لا يتردد كثيرون في الإشارة إليه باعتباره الآمر الناهي الحقيقي في أرض الكنانة واليد المتحكمة من وراء الستار، وبتصويت دستوري في كل شاردة وواردة فيها. أسئلة تبدو أكثر من منطقية على ضوء عودة المعتصمين إلى ميدان التحرير، ليس فقط لفرض مطالبهم على من يرون أنهم يلتفون عليها ويتجاهلونها، وإنما خاصة لاستعادة زمام المبادرة الثورية وتوجيه بوصلتها نحو الاتجاه نفسه الذي بدأ بتنحي مبارك دون أن يتوقف عنده، أو هكذا كان المفترض أن يكون على الأقل. مراسلنا من القاهرة أحمد الكيلاني لديه تفاصيل ميدانية يمدكم بها من خلال التقرير التالي. خطاب لا يسمن ولا يغني من جوع، هكذا وصف المعتصمون في التحرير البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء عصام شرف في محاولة يبدو أنها لم تكن ناجحة لامتصاص غضب المتظاهرين رغم تعهده فيها بإجراء تعديل وزاري خلال أسبوع. المشكلة مش في التغيير الوزاري، يعني مصر كلها هايجة دلوقتي مش عشان 7 وزراء هو بيتكلم عليهم ان هو يطلعهم. المفروض دلوقتي الناس اللي هي في السويس اللي هايجة في السويس ديت عشان ايه؟ المفروض يعلن المحاكمات العلنية. المفروض الضباط اللي الدكتور عصام شرف قال يوكيلوا ورجع وزير الداخلية قال لا ما يمشوش، فالمفروض يكون كلمة الدكتور عصام شرف يتاخد بها. يعلن اتحاد المستقلين من اجل مصر رفضه التام على التفاف عصام شرف على آمال وأحلام الشعب المصري بهذه البيانات الهزيلة. أول حاجة بقولها للدكتور عصام شرف، أنت اتخذت شرعيتك من ميدان التحرير وفشلت في أنك تقود حكومة انتقالية لنقل مصر تطور ديمقراطي حقيقي فعلا نفخر بيك، ولكن للأسف الشديد أنا بقول لك لحد كده وشكرا، قدم استقالتك فورا. الخطاب تضمن وعودا بإجراء تغييرات في المحافظين، كما طالب القضاء بتوفير عنصري السرعة والعلانية لمحاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار. وبدا شرف وكأنه يزن عباراته بدقة عندما تطرق للملف الشائك المتعلق بالتعامل مع الضباط المتهمين بقتل الثوار. تكليف السيد وزير الداخلية بالإسراع في إعلان حركة وزارة الداخلية متضمنا استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار، وذلك في موعد أقصى 15/7/2011. ردود الفعل الرافضة للبيان لم تقتصر على معتصم التحرير، وإنما امتدت لتشمل قوى سياسية رفضت مبدأ الاعتصام في الظرف الحالي. أما جماعة الإخوان المسلمين ففضلت أن تمسك بالعصا من المنتصف. نحن ننتظر ماهية هذه الإجراءات التي تحدث عنها الدكتور عصام شرف. يعني حين يتحدث عن تغيير وزاري فنحن ننتظر تغيير وزاري لا يستثني واحد من وزراء حسني مبارك، لأنه لا يليق أن يبقوا في مقاعد الحكومة بعد الثورة. رفض المعتصمين لبيان رئيس الوزراء يظهر بأن المسافة لا تزال واسعة بين ما يطلبونه وما يحصلون عليه، وهو ما ينذر بأن الأمور قد تتجه نحو مزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة. أحمد الكيلاني، الجزيرة، القاهرة. ولم تمضي سوى ساعات قليلة على كلمة رئيس الحكومة عصام شرف حتى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بيانا أكد فيه التزامه بما قرره في خطة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، خطة تشمل إجراء الانتخابات البرلمانية ثم إعداد دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم دفة الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة. التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد
وانتخاب رئيسا للجمهورية وتسليم البلاد لسلطة السلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. ثالثا، استمرار دعم السيد رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى. رابعا، إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص. خامسا، الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب. سادسا، إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أيضا في بيانه على أنه لن يسمح لأي فرد بتجاوز الشرعية، وأنه لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة. يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادته الوطنية. بمناقشة هذا الموضوع في حديث الثورة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي والناشطة سمية إبراهيم، وسينضم إلينا بعد قليل المحلل السياسي شريف حلمي، وأيضا من السويس ينضم إلينا محمد محمود منسق تكتل شباب الثورة. وأبدأ معك سيدة سمية إبراهيم بالحديث عن تعليقكم على كلمة رئيس الوزراء عصام شرف وما تلاها أيضا من بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر باعتباركم من نشطاء الثورة. في البداية حضرتك لو عايز تعرف تعليقي أنا كحد موجود من الناس اللي في ميدان التحرير ولا تعليقي أنا الشخصي؟ تعليقي أنا يختلف كتير عن الناس اللي في التحرير. لماذا يختلف؟ يعني ألا يفترض أن يكون هناك رؤية موحدة بين شباب الثورة؟ في رؤية موحدة بين شباب الثورة اللي موجودين في ميدان التحرير، اللي مصرين ومعتصمين ومصرين على اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم كاملة. انما لو انا عليا لوجهة نظري انا الشخصية، انا من الناس اللي نزلنا في ميدان التحرير من 25 و28 لغاية 11 فبراير وكنا بنطالب باسقاط النظام، وشايفة ان الوضع الراهن اللي فيه مصر دلوقتي ما يتحملش التصعيد الجامد من الناحيتين ويبقى فيه شد وجذب بين الطرفين للدرجة ديت. يعني انا بنزل في كل جمعة يبقى لينا فيها مطالب وبنطالب بيها، وشايفة ان في استجابات استجابات ببطء وكل حاجة، بس مش شايفة ان في داعي لأهمية الاعتصام دلوقتي. يعني أنت تعتبرين بأن بيان رئيس الوزراء عصام شرف هو بيان إيجابي وبأنه يلبي مطالب شباب الثورة أولا بأول؟ احنا طلبنا مطالب، نزلنا وطلبنا 7 مطالب وطلبنا منه تحديد وقت زمني. هو قال المطالب وادانا الوقت الزمني اللي احنا هيتحدد فيه اللي تحقق فيه المطالب ديت. المفروض انه اللي يحصل ان احنا نستنى شويه لغايه لما المطالب دي تتحقق بوقتها، ولو ما تحققش نرجع ننزل تاني. انما نفضل نصعد لا المطالب تتحقق دلوقتي، لا مفيش حاجه بتتحقق دلوقتي حالا، لانه هو مفيش فيه الامكانيات كمان ان هو يحقق كل حاجه دلوقتي حالا. نعم. الموضوع محتاج وقت. طب هل وجهة النظر التي تقولينها الآن تعبر عن شريحة واسعة من شباب الثورة، وهي النظر إلى هذه الوعود بإيجابية؟ مش شريحة كبيرة من شباب الثورة والمعتصمين في ميدان التحرير، بس أنا أقول لك بمنتهى الثقة إن هي شريحة كبيرة من الشعب المصري اللي موجود واللي شايف إنه لا مطالبهم في جزء كبير منها بيتحقق، وإن عصام شرف عمل في فترة قليلة قوي حاجات ما حصلتش في 30 سنة اللي فاتت. خلينا نضغط عليه الضغط الجامد دوت علشان نحقق مطالب هم شغالين فيها، مش شغالين في تنفيذها. لينا حاجات في تعديلات وفي كلام لازم يتقال وفي مطالب لازم تتحقق بسرعة،
بس نديه فرصه ونديه متسع من الوقت ان هو يحقق دوت. نعم. سيد عبد الله السناوي، ما رأيك أولا بوجهة النظر هذه من ناشطة شاركت في ميدان التحرير وهي تدعو بالفعل إلى إعطاء عصام شرف فرصة لتحقيق ما وعد به؟ يعني لا أحد ضد أن يعطي عصام شرف أو غير عصام شرف الفرصة التي يطلبها للالتزام بمطالب الثوار وتحقيقها، لكن مشكلة الدكتور عصام أنه تحدث مرتين ربما في 3 أيام. في المرة الأولى كان خطابه موجزا للغاية، حوالي 4 دقائق أو 380 كلمة، كان الكلام كله مبهم وعام بلا آلية محددة بلا جدول أعمال، أثار إحباطا شديدا. عاد مرة أخرى للحديث وتحدث عن شيء في جدول أعمال زمني، تحدث عن تعديل وزاري خلال أسبوع، عن تعديل المحافظين في خلال الشهر الجاري، عن تعديلات أو حركة تطهير أو حركة في ضباط الشرطة تستبعد المتهمين بالقتل. يعني في شيء من جدول الأعمال، لكن المشكلة حقيقية مش هنا. المشكلة حقيقية أن لا أحد يثق حقيقة في أن الأمر كله في يد الدكتور عصام شرف، أن لا أحد يثق في أن الوزراء الذين سوف يأتون يعني أفضل من الذين سوف يجري تنحيتهم. حصل تغيير في وزارة الخارجية على سبيل المثال، كان هناك إجماع شعبي على الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية السابق، ثم حدث الصدمة في ظل الثورة دع وزير الخارجية الجديد. طريقة الاختيار غير واضحة، المنهج غير واضح، الحكومة كلها عاوزة تعديل، وصار في تعريف دورها الحقيقة مش الأشخاص بس، تعريف دورها كحكومة انتقالية، ايه مهمها بالضبط، ايه صلاحياتها بالضبط، ايه حدود الصلة بينها وبين المجلس العسكري، ما هي مفوضة بشأن وسياستها الاقتصادية. كان في تضارب كبير. فإذا ما استبعدنا بعض الأسماء، وأنا موافق على استبعاد عدد كبير ارتباطه بالنظام السابق، لكن لا يكفي ذلك ما هو تصور الحكومة أو المرحلة الانتقالية. أنا بأظن بعد 4 شهور للدكتور شرف ثقة الرأي العام، ثقة فيه أصبحت محدودة للغاية وتحطمت، وبالتالي أنا بدعو كما يدعو كثيرين الحقيقة، إذا لم يستطع أن يستجيب لمطالب الثورة التي أتت به إلى مقعد الوزارة فعليه أن يستقيل. يعني واضح بأنك طرحت سؤال مركزي في حديثك سيد سناوي، لا أحد يثق بأن الأمر كله بيد عصام شرف، هو بيد من برأيك؟ طبعا بيد المجلس العسكري. خلينا نتكلم بوضوح. المجلس العسكري عنده السلطة التنفيذية وعنده السلطة التشريعية، يصدر قوانين بمراسيم، وهو الذي عين الدكتور عصام شرف، والوزراء يحلفون اليمين أمام قائده العام المشير طنطاوي، والمشير هو الذي يرسل رسائل إلى الخارج ويستقبل يعني رؤساء الوزارات ورؤساء الدول الذين يزورون مصر. فالسلطة الحقيقية لدى المجلس العسكري في حقيقة الأمر، وبالتالي أحد المطالب التي يطرحها الشباب هو تحديد صلاحيات الحكومة، أن تكون لدينا حكومة ثورة حقيقية، وأن يكون المجلس العسكري الصلة بينه وبين الحكومة واضحة ومحددة. أنا بأظن بهذا الشكل احنا قدام حكومة تحطمت صورتها، وفي تعويل طبعا بطبيعة الحال على المجلس العسكري. والمجلس العسكري الحقيقة قال في بيانه اليوم جملة مركزية أنا عاوز أقف عندها. هو قال جملة يمكن الناس أخذوها على محمل التهديد لما قال أنه لن يسمح بتجاوز الشرعية. احنا موافقين، لا بس أي شرعية؟ احنا بنتكلم عن الشرعية الثورية، شرعية 25 يناير، فلا يصبح لا من حق المجلس العسكري ولا من حق الحكومة ولا من حق أحد تجاوز المطالب الرئيسية، وأهمها من المطالب الرئيسية المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق أول الرئيس مبارك، يعني دي والمنجزة لكن ربما من يقول إن وعقاب الضباط المتهمين بالقتل. سيد سناوي، ربما من يقول إن شرعية الثورة قد منحت للمجلس العسكري، على اعتبار أن هذا المجلس مفوض من قبل الثورة، وبالتالي أحال هذه الشرعية للمجلس لكي يدير المرحلة الانتقالية، ولا يعقل يوما بعد يوم كلما أراد أن يتخذ قرارا أن يقال له الشرعية الثورية وغير ذلك، بمعنى وكأنه كلما أراد الشباب أن يسحبوا الشرعية من المجلس العسكري يسحبونها أو يعيدونها